صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويجعله شهر مبارك عليكم وعلى الناس كلها. النهاردة عملت رز بلبن وقمر الدين، يعني تغيير الاتنين مع بعض بدل ما كل مرة بنعمل كل حاجة لوحدها. الكمية اللي معايا النهاردة 1.5 كيلو لبن، هضيفله كوباية صغيرة، كوباية ونص رز. دايما الكيلو الواحد بنضيف له كوباية صغيرة، والكيلو ونص هنضيف لهم كوباية ونص. هنا الرز انا غسلته كويس، عايزة انقعيه بس انا ما نقعتوش، انا غسلته كويس ونزلت هنا بيه على كيلو واحد لبن. النص لسه ما نزلتهوش، يعني هسوي كمية الرز بتاعتي دي في كيلو واحد لبن. هبتدي كده اقلبه كويس عشان مش عايزاه يتماسك، وعايزاه ياخد غلوة بسيطة، يعني كده حوالي هياخد 10 دقايق او 12 دقيقة، وهطفي عليه زي ما احنا شايفين كده. هتفضل ايدي فيه وهياخد غلوة كده، وعلى نار متوسطة مش على نار عالية. وطبعا مش هضيف سكر خالص دلوقتي. هنا بقى معايا القمر الدين. السنة دي في ناس كتير عملته في البيت، انا بقى استعجلت واشتريته جاهز، واخدت نص اللفة بالظبط، مش هحتاج اكتر من كده، لان الكاس بتاعي نصه هيكون او 3/4 رز بلبن، والربع اللي فوق بس هو اللي هيكون قمر الدين. فهاخد كده نصها بس، وهبتدي اقطعها علشان انا دايما بسيبها في التلاجة فبتبقى جامدة شوية. لو انتي ما حبيتيش انك تقطعيها وضفت لها المية ورفعتيها على النار برضو هتفك معاكي، لكن انا بحب اقطعها عشان تبقى سهلة عليا وتبقى اسرع. هنا هلف الجزء الباقي ده، وبرضه هدخله التلاجة تاني، وهيفضل الفترة اللي انا عايزاها، ما بيجرالوش اي حاجة خالص. طول ما هو في التلاجة يبقى خلاص تمام قوي، مش هيحصل له اي حاجة لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك. هنا هتقطعيها كده بشكل عشوائي، وهتبتدي تضيفي المية بتاعتك. انا ضفت نص اللفة دي، دي نص كيلو، ضفت لها فنجانين مية. فنجان بتاع الشاي بلبن ده ضفت له 2 بس، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. الطريقة دي سهلة وبسيطة، وحقيقي كان الرز والقمر الدين سوا كان طعمهم حلو قوي. فكرة حلوة، وممكن تبدلي كده. انا ضفت كوبايتين مية، وممكن تبدلي بدل ما يكون رز بلبن تضيفي تعملي مهلبية وكمان عليه القمر الدين. هنا انا رفعته على النار، وهتبقى ايدي فيه كده لغاية ما يدوب خالص معايا. هنا كان لسه ما دابش خالص. هنا بقى هجهز ايه معايا، معلقة ونص نشا زي ما احنا شايفين كده. هضيف لها حبة مية خفاف خالص علشان افك النشا واخليها سايلة معايا. كده كنت خلاص وصلت بقى لمرحلة ان القمر الدين فك خالص، وهبتدي بقى اضيف له النشا عشان يربط ويكون قوامه مظبوط. خلاص زي ما قلت لكم هنا كده. هضيف له بقى السكر. الكوبايتين دول انا ضفت لهم 3 معالق سكر بالمعلقة، بمعلقة الطعام. اللي حابب انه يزود هو حر، دي حاجة، السكر ده حاجة ترجع لذوقنا فيه. ناس بتحبه عالي، ناس بتحبه خفيف، فالحكاية دي ترجع لنا احنا. هنا كنت النشا بتاعتي بدوبها كويس، وهنزل بيها على القمر الدين عشان بس تربط معايا ويكون ايه قوامها مناسب للرز بلبن، ولا تبقى سايلة ولا تبقى جامدة. لا، انا عايزة قوامها كده كريمي مظبوط. فضفت لها للكوبايتين دول، ضفت معلقة ونص نشا بس، وفكيتهم بمية خفيف كده. برضو انا هفضل على النار، وهتفضل ايدي فيها لغاية ما تبقبق كده من الحروف، اعرف ان هي كده تمام استوت. كده يبقى انا بدوب النشا وبدوب السكر كمان. الرز بتاعي كده خلاص زي ما احنا شايفين شرب كمية اللبن كلها. هبتدي بقى ايه
أنزل بالسكر وباقي كمية اللبن اللي فاضلة بس لما القمر الدين بتاعي يستوي. زي ما احنا شايفين كده هو قرب على السوا خلاص. هستنى شوية صغيرين وهبتدي ارفعه خالص من على النار وهسيبه يهدى شوية لغاية ما اكمل تسوية الرز بلبن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين كده هو كده بقى بيغلي من الحروف تمام قوي كده، استوى وبقى زي الفل. هنزله من على النار واسيبه يهدى وابتدي ارجع للرز بتاعي. هنا انا هضيف بقى نص كيلو اللبن اللي فاضل، ولو انتي عايزه تسوي في كل اللبن يعني عايزه تنزلي بكميه اللبن كلها وكميه الرز كلها مفيش مشكله. هتبقى فاضل السكر هتنزليه عليه وهيرجع اللبن عفوا الرز يفك معاكي تاني، لان الحراره والسكر بيخليه يفك تاني. بس انا فضلت اني اسيب نص كيلو علشان يكون سايل اكتر ويكون قوامه مظبوط يعني. لكن هي عايزة تفضلي أو تستخدمي كل كمية اللبن بتاعتك وكل كمية الرز مفيش مشكلة. برضو الطريقة دي ناجحة ودي ناجحة. كده أنا فكيته كويس وهيبتدي كده يغلي. في المرحلة دي خلاص كده انتي هتطفي عليه. بس أنا هنا ضفت معلقة واحدة نشا على الرز بتاعي. في ناس ما بتفضلش انها تضيف النشا دي وبتكتفي بالنشا اللي في الرز اللي خرج من الرز يعني. لكن انا بضيف معلقة واحدة بس على شوية مية علشان القوام برضو يكون مظبوط. اهو برضو كده بيغلي معانا. وفي حاجة تانية انا برضو هوريها لك، ده دليل على انه هو قوامه كده مظبوط. كده خلاص هو زي ما احنا شايفين. هتعملي كده في ظهر المعلقة، لو سال على بعضه يبقى هو محتاج نشا تاني، لكن هو كده تمام ومفيش مشكلة. انا كده صبيته في الكوبايات بتاعتي او الكاسات. بصوا انا صبيت القمر الدين على طول فما كانش مظبوط، لازم تستخدمي معلقة وتلفي كده بالراحة في الكاس علشان خاطر يبقى الطبقتين مظبوطين فوق بعض. لكن تصبي صب على طول لا، دي مش طريقة صحيحة. زي ما احنا شايفين كده بمعلقة هتبتدي كده تنزلي بالقمر الدين علشان يفرش ويبقى طبقتين فوق بعض. وكل سنة وانتم طيبين. لو الوصفة بتاعتي عجبتكم ياريت تقولولي في التعليقات، ولو مش مشتركين ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل وصفاتي. وصفة حلوة ولطيفة، ويا رب كل ولادكم الوصفة دي تعجبهم كبار وصغيرين. كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما بخير وصحة وفي أحسن حال. تحفة. اللي حابب انه يزين الوش بتاعه بمكسرات بزبيب يزينه، اللي عايزه سادة كده يسيبه. هو حقيقي حلو قوي قوي وهيعجبكم. يا رب الوصفة تعجبكم.